في نوعية مدرسين ممكن حرفيا تضيع الطالب في ثانوية عامة، يعني حرفيا تخليه ما يجيبش مجموع. المدرسين دول مشكلة اللي هم بدأوا ينتشروا، والفيديو ده مش هجومي على أي حد خالص. النوعية دي من المدرسين اللي هم بيقيسوا شغلهم بعدد الملازم والمعسكرات، الورش، الحاجات اللي هم بيطبعوها 1000 مرة وبيشرحها لك 1000 مرة، والحاجات اللي بياخد لك فيها فلوس على كل حاجة بيعملها لك. أنا مقدر إن أنت هتقولي ده تعبه، أنا مش دي الفكرة اللي أنا عايز أقولها لك، أو مش دي الحتة اللي أنا هوصلها. بص فهمني، انا مقدر يعمل هو بيعيد لك الحاجه وكده فبياخد عليها فلوس ومش عارف ايه، بس انت فهم انا عايز اقول لك ايه. بص، دلوقتي مثلا نفترض المدرس ده شرح لك تمام الجزء اللي هو بيعمل لك عليه معسكر وبيعمل لك عليه ورشه وبيعمل لك عليه 1000 حاجه وبيعيده لك ده، شرحه في 5 شهور اللي هم 8 و9 و10 و11 و12، واحنا داخلين في شهر واحد. حلو قوي، يعني كده كام؟ 5 شهور. تمام، 5 شهور ده حرفيا في نص المنهج. هتجيب منين 5 شهور تانيين لنص المنهج التاني؟ ما هو نص المنهج التاني برضو صعب، يعني هو صعب برضو تدي لكل حاجة حقها. يبقى كده المدرس ده اللي هو النوعية دي من المدرسين هيكون قدامه حلين بس، ملهمش حل تالت. أول حاجة كروة المنهج، يعني كروت لك المنهج ده كده في شهرين 3 عشان يلحق يراجع، ياخد وقت فعلا ويديله 5 شهور تانيين ونبقى احنا كده او حرفيا خلصنا شهر 5، ومفيش وقت ليك انك تراجع وتعرف نقاط ضعفك في انهي مادة بالظبط انت ضعيف وايه الاجزاء اللي انت عايز تعيد عليها. لان انت ما عندكش مادة واحدة بس، انت عندك كذا مادة. ده غير لو انت كنت في ازهر، ده انت عندك كمية مواد. بص، هو الكم بيديك كده احساس كاذب بالانجاز، بس انت حرفيا لسه عملتش حاجة لانك حرفيا بتعيد وتزيد في حته بسيطه. بص انا عارف انك عايز تثبت المعلومه، يعني لو انا جيت مكانك هفهمها اللي هو انا عايز اثبت المعلومه اكتر، بس دي مشكله فيك انت لانك انت عايز حاجه صغيره بتتشرح بقالها 5 شهور وتعادت كتير، انت عايز تثبتها في وقت اكتر من كده. ايه انا الحل بالنسبه لي لو اي مدرس عايز يطبقه؟ الافضل كان يعمل شامل، لان حرفيا بستهلك الطالب، بستهلك اهله، حرفيا باخد منه فلوس كتير، وده حرام يعني. ودي ممكن تكون برضو حاجة عادية. في نوع تاني بلاقيه ممكن منزل مذكرة هو مجمع كل الأسئلة اللي فيها من كتب خارجية ومنزلها ب250 جنيه ب300 جنيه. طيب يا ادهم، دلوقتي انا اشتركت مع مدرس معين وهو دلوقتي موقف مثلا عشان هيعمل معسكر او عشان بيعمل حاجة معينة، انا اعمل ايه او انت كنت بتعمل ايه؟ حرفيا كنت بدخل على اليوتيوب وابدا في الجديد، بدل انا مش مراكم القديم، انا مش مستفاد حاجة من المعسكر اللي انت بتعمله، لان انا شخص مش مراكم ولا شخص لسه عايز ابدا دلوقتي. بدل انا ماشي مظبوط، انت ليه عايز تدفعني حاجه او ليه عايز يعني تاخرني في المنهج؟ ليه بتعمل كده معايا؟ طيب ده كان تبقى حاجه جانبيه براحتي اتحكم، لو انا عايز اشترك فيها اشترك، مش عايز اشترك ما اشتركش، بس ما تجبرنيش. تاني حاجه وانا شايفها من اهم الحاجات اللي بتاثر على المجموع بشكل كبير انت اصلا مش متخيله، انك مش صاحب قرار. مش صاحب قرار يعني بتخلي الناس هي اللي تتحكم في الحاجات اللي عليك وازاي تخلصها، سواء كان المدرس بتاعك او الناس اللي على السوشيال ميديا. من جهة المدرس اللي هو سواء سنتر او اونلاين، يعني هو اللي بيحدد لك تحل ايه، تعمل ايه، تمشي ازاي، يعني هو اللي ممشي السنة ودايرها مش انت، ودي حاجة غلط. المدرس هو كل اللي عليه هو 30 شرح، الحل الكتير والحاجات اللي انت بتعملها احنا كلنا مختلفين عن بعض. ففي ناس بالحل بالنسبة لها بتحب تحل كتير لانها مش بتفهم الافكار بسهولة، وناس تانية بالنسبة لها الحل عادي، حاجة عادية وبيقدروا يحلوا بسرعة وبيستوعبوا بسرعة. في جزء بيحتاج حل كتير قوي عشان يثبت المعلومة، في جزء بالنسبة له لو حل حاجة بسيطة وكل المعلومات بتثبت في عقله عادي. فانا عايزك انت اللي تكون داير نفسك وداير السنة وداير خطتك كلها وانت عارف انت ماشي ازاي، سواء انك بتاخد الشرح وتحل كل حاجة من نفسك سواء من كتب المدرس، كتب خارجية، انت ادرى بالكمية اللي المفروض تثبت المعلومة في عقلك. اما بقى من جهة السوشيال ميديا، انك بتسمع حاجات كتير مش بتفيدك، زي مثلا خطة لم المتراكم في يوم، في اتنين، في اسبوع، في شهر. قلت لك ان كل واحد فينا مختلف عن التاني، يعني مفيش خطة بتمشي لينا كلنا. تعالى نعمل انبوكسنج الكتب مستر كذا، تعالى الروتين اليومي الطالب جاب 97% في شهر، مش عارف خطة ايه وخطة ايه، ضيعت وقتك كله واليوم ومبقتش انت مسيستم حياتك، بقيت شخص عشوائي بيتفرج على اي حاجة اللي هو يسلي بيها وقته. يعني بدل اصلا ما يبدأ في الحاجة اللي متراكمة عليه، لا انا بشتت نفسي واسمع 1000 حاجة اصلا مش مناسبة ليا. من الاخر ما تبدأش يومك بعشوائية، يعني اصلا قبل ما تنام هات ورقة صغيرة، يعني ورقة صغيرة زي دي، اكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تخلصها تاني يوم، ورقة مهام عادية يعني. اختار وقت انت فيه في اقصى مراحل التركيز، الوقت اللي انت بالنسبة لك بص ده البرايم بتاعك بيظهر فيه، سواء بقى هو كان بالليل بالنهار، ما ابعد عن المشتتات بقى، التليفون، اهلك في البيت، خليك دايما هم نايمين انت بتذاكر، هم صاحيين انت في دروسك وبس. يعني ده نهاية الفيديو دلوقتي، اتمنى كلكم توصلوا اللي انتوا عاوزينه. انا اصلا بذاكر للفاينل فادعولي. حبيت افتح الكاميرا واتكلم معاكم لان يعني في كذا فيديو كده قابلني على السوشيال ميديا يستفزني يعني، فاضطريت اتكلم. ما تمشيش ورا حد وما تشتتش نفسك، عايزك كده بس تقفل على نفسك، ما تمشيش ورا مدرس ولا ورا طالب ولا ورا اي حد، لان كل واحد يهمه مصلحته اكتر منك. فانت برضو خلي اللي هو انت بص،
مصلحتك فوق اي حد، هي اولى من اي حد خالص. طول ما انت شايف نفسك رقم واحد فهتعمل حاجه اللي هي هتفيدك فعلا. هي سنه وانت لازم تطلع منها باكبر قدر استفاده. بص، هات اخرك، هات اخرك في المذاكره، هات اخرك مع اي حد، ما يهمكش. هو زي ما الشخص ده بيدور على فلوسه، انت دور على الاستفاده بتاعتك. احسبها دايما لمصلحتك ومصلحه اهلك، ما تفكرش في اي حد غير نفسك. ده مش غلط، هو ده مش غلط. طول ما انت بتدور على حقك وبتدور على حاجه فعلا اللي بتفيدك، انت كده ماشي في الطريق الصح. ما تسلمش دماغك لاي حد، ولا تسلم دماغك للفيديوهات اللي هي التحفيز. ما تسلمش دماغك لحاجه مش هتفيدك. اتمنى فعلا تفهم انا اقصد ايه. انا مش بجرح في اي حد خالص، انا بس مجرد حبيت اتكلم معاك. انا كده كده اقسم بالله قاعد بذاكر للفاينل، عندي فاينل بعد 4 ايام. فادعوا لي، وانا بدعيلكم والله كلكم ربنا يوفقكم وتوصلوا اللي انتوا عاوزينه. واشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.